أو دينية، حمايته والصيانة عبر الزمن. أبو الهول تعرض لعمليات تصليح كتيرة جدا على مر العصور، من العصور الفرعونية مرورا بالرومان والعصور الوسطى وصولا إلى العصر الحديث. كل فترة في ترميمات لإصلاح التآكل أو الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية. بيقولوا إن تحت تمثال أبو الهول في نفق سري بيؤدي لغرفة مغلقة فيها سجلات الآلهة القديمة، أسرار من حضارة قبل الفراعنة نفسهم، واللي دخل هناك عمره ما رجع تاني. وتحت أبو الهول في نفق طويل محفور في الصخر. العلماء حاولوا يدخلوا ليه، لكن الأجهزة تعطلت فجأة والهواء جوه كان بيهمس بأصوات مش بشرية، فوقفوا الحفر فوراً، ومن يومها محدش حاول تاني. العلماء اكتشفوا إن علامات التآكل على جسم أبو الهول سببها مياه غزيرة مش رياح أو رمل، وده معناه إن التمثال كان موجود قبل الصحراء نفسها، قبل التاريخ المعروف للبشر. وفي ليلة معينة من السنة لما القمر بيبقى مكتمل، بيقولوا إنك لو وقفت قدام وش أبو الهول ممكن تشوفه بيحرك عينيه ناحيتك، وكأن الروح اللي جواه لسه صاحية وبتراقب كل خطوة. في نقش غامض على صدر أبو الهول مش باين بالعين، لكن لما تصور بأشعة خاصة ظهر رمز بيشبه عين مفتوحة بتبص للسماء، واللي حاولوا يترجموه قالوا إن معناه أنا أرى كل من يحاول إيقاظي. في تقارير قديمة من بعثة أمريكية سنة 1935 اتقال إن العمال شافوا التمثال بينزف دم من العين بعد ما حاولوا يكسروا جزء من الحجر، وبعدها كل العمال اللي كانوا في الموقع اختفوا فجأة. في بعض الليالي لما القمر بيبقى كامل، سكان الجيزة القدام بيحلفوا إنهم سمعوا صوت زئير أسد جاي من ناحية أبو الهول، وصوت خطوات حجرية بتتحرك حوالين التمثال، وكأن الحارس القديم صحي من نومه. أبو الهول مش تمثال، ده لعنة وحارس بوابة ما بين عالمنا وعالم تاني لسه محدش راجع منه، ولسه اللي جاي أخطر بكتير. دي كانت مجرد بداية من سلسلة لعنة الفراعنة. استنوا الأجزاء الجاية، هنكشف فيها أسرار محدش جرى يتكلم عنها قبل كده. وما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك كل الحكايات الغريبة والمرعبة اللي محدش يعرفها.